السلام عليكم. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يهنئ إبراهيم غالي. جاء في نص التهنئة: أتقدم إليكم بأحر التهاني متمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي. وجاء فيها أيضا: يسرني على إثر تجديد الثقة فيكم أمينا عاما لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، أنا أتقدم إليكم بأحر التهاني متمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي. كما يطيب لي بهذه المناسبة أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليزاريو، وأحيي صمود الشعب الصحراوي الشقيق الذي قال كلمته وأكد مرة أخرى تمسكه بحقه المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة. وإذ أجدد لكم التأكيد على موقف الجزائر الثابت ودعمها المبدئي للقضية الصحراوية العادلة، تفضل فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات التقدير والمودة. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على موقف الجزائر الثابت ودعمه المبدئي للقضية الصحراوية.